بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي ومتابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. طبعا النهارده ما نشوف نعمل ايه شوية. هقول لكم ايه يعني قرص ناشفة كده، مش اللي هي بعجوة ولا طرية، لا احنا عايزينها ناشفة. لذلك انا نشفتها في الفرن اول. شوفوا زي ما انتم شايفين اللون بتاعها منقط بحمار عشان يبقوا ناشفين كده. احنا عايزينهم من غير اي حاجة. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده معانا كيلو دقيق، عليه حوالي 3 معالق سمسم، عليه معلقة كبيرة خميرة فورية، عليه يا حبايبي يعني كيسين فانيليا او علبتين اللي انتوا شفتوهم دول، ونص معلقة ملح، وحوالي 3 معالق سكر. ماشي. ده انا بحط السكر كده دلوقتي، حتى انا ما حطيتش بيكنج باودر الصراحه، يعني ايه كان في دماغي السهو عادي يعني، مش مشكله. قلبت كل المكونات دي مع بعضها يا حبايبي لحد ما شاء الله ما امتزجت. يعني كيلو دقيق، 3 معالق سمسم، فانيليا طبعا، نص معلقه ملح، 3 معالق سكر، معلقه خميره كبيره. ماشي. وبعد كده يا حبايبي قلبتهم ببعض خالص لحد ما شاء الله المواد الجافه ما امتزجت ببعضها كده. ونزلت بقى بايه؟ هي كوبايه زيت على سمنه. يعني الصراحه ايه، انا حطيت الاول كوبايه سمنه، ورجعت حطيت ايه كوبايه، نص كوبايه زيت، عشان يبقى ايه ما شاء الله تبقى حلوه كده، عشان تبقى العجينه ما شاء الله ايه ناعمه كده وعامله زي الكحك اللي هو الدايب الجميل ده. خلاص. يعني كوبايه سمنه مش مليها قوي، وحطيت حوالي نص كوبايه ايه زيت. وبعد كده حبايبي زي ما انتم بتقولوا ايه، زي ما بنكون بنبس الكحك كده انتم شايفين، هنقعد نعمله بين ايدينا كده لحد ما ينعم الزيت مع مع السمنه كده، لحد ما تنعم العجينه معانا وتبقى ما شاء الله ايه، يعني ما شاء الله تحسي ان تمسكيها بايدك تحسها تتكور زي الرمله المبلوله كده. بعد كده عندي ايه حوالي نص لتر لبن، كنت غالياه وبارد درجه حراره المطبخ. نزلت على العجينه بتاعتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين، كلها عجنها بلبن الصراحه. اه. في الاخر خالص حطيت حبه بيض بس ما خدتهمش كلهم الصراحه، فاض حبهم، عشان خاطر ايه كلها بلبن. هو لبن بقري يعني عموما، بس برضو ليه وش وحلو يعني سمين وكده. وقلت ان انا ايه اعجن باللبن كله عشان يبقوا طعمهم حلو كده. خلاص. احنا مش هنسيبهم يخمروا، ما احنا ايه هنسيبهم يرتاحوا بس ايه يعني من بعد ما ايه ما قعدنا نعجن فيهم كده ويرتاحوا بقى شويه. بعد كده قطعتهم زي ما انتم شايفين على الصينيه كده، يعني بفردها بقى على الصينيه زي ما انتم شايفين كده، ولا فيها عجوه ولا فيها اي حاجه خالص. ما شاء الله عجنه باللبن والسمنه والزيت بس، وطالعين مقرمشين وجميل. حتى بقول لك اخدين لون احمر شويه، منقطين بحمار كده، لان بقيت ايه يعني مهديه النار وعلي يعني لحد ما شاء الله ما خدت لون حلو كده وبقت مقرمشه وجميل. دي زي القراقيش كده يا حبيبه، تعملي بها شاي بلبن شاي، وهتاكلي بيها ايه يعني ما شاء الله الكحك بقى ابتدى خلاص بقى ما عادلوش اثر. بتاعت كل سنه وانتم طيبين. فبعد كده يا حبايبي قلنا نعمل بقى الايه القراقيش دي النهارده ايه، اذا عملتها زي القرص كده اللي هي بالعجوه بس ايه ما يعني فردتها فرده زي ما انتم شايفين في الصينيه كده. وبعد كده خرمها بايه، عامل لها نقط كده خرام كده صغيره بالبتاعه ديت بالشوكه، عشان خاطر ايه ما ترتفعش منها وتتنفخ يا حبايبي. خلاص. اللي مش عايز يحط سمسم مش مشكله عادي، بس بتديله طعم حلو وبرده يغني يعني ما شاء الله السمسم ده فوائد، فيه فوائد جميله جدا يا جماعه. ده لو اكلت معلقه سمسم على الريق ما شاء الله حاجه جميله جدا. لا فوائد حلوه قوي والله. قريها يعني بصراحه من دكتور ما شاء الله كان جاي عليه يعني في قناه كده، بيقول لك ان السمسم ده حلو قوي قوي. طيب بعد كده ما شاء الله دخلتهم بقى فرن زي ما انتم شايفين كده وطلع اللون الجميل ده. بس انا يعني اديت لهم لون غامق ليه عشان يبقوا مقرمشين، انا عايزاهم ناشفين ما شاء الله. خلاص. يعني ما تخنتهمش، مش في قلبهم لبابه كده، لا ده انا مرققاهم ومرفعاهم، واخد اللون الجميل ده. لو وصلت معايا المقطع ده وتنسوني في اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه، يا رب يديمكم نعمه في حياتي. يلا اشوفكم دايما على خير، مع السلامه.